هنحكي النهاردة قصة أقوى امرأة حكمت مصر، وهي الملكة حتشبسوت. ومعنى اسم حتشبسوت هو خليلة آمون، أو في مقدمة النبيلات. حتشبسوت كانت بنت الملك المحارب العظيم تحتمس الأول، وبنت الملكة أحمس، وجدها كان ابن حتب الأول. يعني حتشبسوت كانت أميرة ملكية 100%. حتشبسوت عاشت في وسط القصر والحكم، وتعلمت تقرا وتكتب وتفهم يعني ايه دولة. وابوها الملك تحتمس الأول كان شايف فيها حاجة كبيرة، لدرجة انه وهو عايش عينها في منصب مهم جدا اسمه زوجة الإله آمون. ده منصب ديني كبير جدا بيديها نفوذ وقوة. وبعد وفاة أبوها تحتمس الأول الحكم راح لأخوها. كان أخوها من أبوها ولكن من أم تانية، الملك تحتمس التاني، اللي تزوج بعد كده الملكة حتشبسوت. وبقت حتشبسوت الملكة الزوجة العظمى، وخلفت من زوجها بنت اسمها نفرو رع، بس ما خلفتش ولاد. بس تحتمس التاني كان عنده ولد اللي هو تحتمس التالت، ولكن كان من زوجة تانية. بعدها بفترة توفى تحتمس التاني وساب العرش لابنه، بس ابنه كان لسه صغير. واتجمع الكهنة والشعب وقرروا ان حتشبسوت تحكم البلد كوصية على العرش بدل الطفل لفترة مؤقتة. في الأول حتشبسوت وافقت، وفضلت سنين تحكم البلد كوصية على الطفل، كانت بتدير البلد وبتحافظ على الاستقرار. ولكن بعد سنين حتشبسوت أعلنت نفسها فرعون لمصر، مش ملكة ولا وصية على العرش، ولكن فرعون. طبعا لما الناس اندهشت وقالوا ازاي يحكم مصر ست، كانت من التقاليد في الوقت ده ان اللي يحكم البلد يكون راجل، بس ممكن الزوجة تحكم مكان زوجها فترة مؤقتة في حالة انه خارج البلاد، ولكن ما تكونش هي الحاكم المستقل للبلاد. بس حتشبسوت قالت للناس أنا مش بس بنت الملك، أنا بنت الإله آمون نفسه. وناقشت قصة على جدران معبدها إن آمون هو أبوها، وإنها اتولدت بإرادة إلهية. وحتشبسوت لبست لبس الفراعنة الرجالة، وحطت الدقن المستعارة بتاعة الفراعنة، عشان كانت بتحترم قوانين المصريين اللي كان لازم الفرعون فيها يكون بشكل معين. وبعد ما ثبتت حكمها ابتدى العصر الذهبي لمصر. كانت من أعظم إنجازاتها إنها بعتت بعثة عظيمة لبلاد بونت، جابت ذهب وبخور وعطور نادرة وحيوانات غريبة وأشجار، وزرعتها قدام معبدها بنفسها. وبنت معبد لحد النهاردة كل العالم بيقف قدامه منبهر، معبد الدير البحري، وهو تحفة معمارية مش هتتكرر. ونصبت مسلات ضخمة في الكرنك. بس بعد ما حكمت حتشبسوت مصر حوالي 22 سنة اتوفت وهي في الخمسينات من عمرها. وبعد ما مسك بعدها الحكم تحتمس الثالث ابتدى اسمها يتشال من على الحيطان وتماثيلها تتكسر ونقوشها كانت بتتمسح. والناس في الوقت ده قالت ان تحتمس الثالث انتقم منها وكان عايز يمسح اسمها من التاريخ. بس بعد اكتر من 3000 سنة العلماء لقوا موميا داخل مقبرة في وادي الملوك، وعرفوا انها بتاعتها. وبعد الابحاث عرفوا قصتها، ورغم انهم حاولوا يمحوها فضل اسمها واحد من اعظم اسماء التاريخ. وفضلت حتشبسوت واحدة من أعظم حكام مصر القديمة. ودي كانت أول حكاية في سلسلة ملكات مصر القديمة، واللي جاي هيكون أقوى بكتير. هنتكلم عن ملكة جمال وغموض وسحر.